فيلمنا بيبدأ بإن في أساطير بتقول إن في ناس اتولدت في موسيقى صنع موسيقى حقيقية، والموسيقى دي بتحضر ناس كتير من الماضي والمستقبل، ودي بتحضر الشر معاهم وبتدخل في أحداث قصتنا النهاردة. فيلمنا بيبدأ مع ولد اسمه سامي وهو نازل من عربيته وبيدخل الكنيسة وهو ماسك جزء من الجيتار، والناس بتخاف منه، بس أبوه بيهديهم وبيحضن سامي وبيقوله ارمي الجيتار الملعون ده من إيدك، وبيقول للناس إنهم لازم يصطادوا الخطاة ودول اللي عندهم موهبة صنع الموسيقى. وإيه اللي حصل في وش سامي ومعوره كده؟ تعالوا نفهم مع بعض ونرجعوا 24 ساعة لورا. وبيكون سامي عايش وسط أهله وكل حاجة ماشية تمام، مفيش أي مشكلة. وفي نفس الوقت بنشوف التوأم ستاك وستوك اللي كانوا رايحين يشتروا بيت جديد عشان يشتروا أول بيت ليهم عشان يبدأوا مشروعهم، وكانوا عاوزين يعملوا حانة صغيرة، وبيأكدوا على الراجل اللي أخدوا منه البيت إنه ما يقربش ولا هو ولا كيلان على مكانهم. فالراجل بيضحك وبيقول لهم مجموعة كيلان ما بقاش ليها وجود، ومجموعة كيلان دي اللي عاملين عنصرية بين السود والبيض. وسامي ابن عمهم كان بيجهز الجيتار وعاوز يروح لهم، بس أبوه كان رافض وبيقول له هتشتغل مع المساطيل دول، وبيقول له خليك هنا أحسن لك. بس صمم ومشي وبيركب معاهم، وفي الطريق بيفضل سامي يحكي لهم عن المعاناة اللي بيعيشها وإن أبوه صعب، وبيخلص كلامه وبيقول لهم احكولي عن شيكاغو، لأنهم هما الاتنين لسه جايين من هناك بقالهم 7 سنين بره البلد. وأول ما بيوصلوا المكان بيطلع في وشهم تعبان وبيطلع سكينة وبيديها لأخوه وبيخلص عليه وبيقول لأخوه عندنا افتتاح الليلة، وكل واحد فيهم بيمشي في ناحية عشان يخلصوا اللي وراهم على بالليل ويتقابلوا. وبيوصل ستوك المدينة وبيطلب من بنت غلبانة في الشارع إنها تخلي بالها من العربية لحد ما يخلص مصلحة، ولو حست بغدر تديله كلاكس، وقال لها هيديها فلوس كتير. وبيروح لبوتاشو وده صاحبه وبيقول له ليك عندي مصلحة هتعجبك، وبيطلب منه أكل عشان الافتتاح. وفجأة بيسمع صوت الكلاكس وبيطلع مسدسه وبيروح بيلاقي 2 عاوزين يسرقوه، فبيضربهم بالسلاح في رجلهم. وبيطلع اسمه تيري وهو أصلا حرامي قديم وستوك عارفه، وتيري بيحور إنه ما كانش يعرف إن العربية تخصه. والبنت بتقول له لا أنا قلت له هو واللي معاه، وبيرجع يكمل شغله مع باتشو. وأول ما مراته بتشوف ستوك بتقول له رجعت للمشاكل ليه بس؟ اول ما بتشوف الاخضر بتتخرس. ونروح لستيك وسامي وهم في طريقهم لمحطة القطر، وبيقولوا على ابوه ان ستوك قرر يخلصه من الدنيا ودفنه وهو صاحي. وبعدين بيسألوا ايه اخبار جيتار الفنان تشارلي اللي معاك؟ وسامي ما كانش يعرف انه غالي قوي كده، وكان شايله معاه امانة طول السنين دي وبيفضل يعزف عليه طول الطريق. واول ما بيوصلوا بيروح على دلتا وبيقول له ايه رجعك من شيكاغو؟ استاك بيقول له معايا مصلحة حلوة، وبيطلب منه يعزف في حفلة الافتتاح وبيرفض، بس اول ما بيعرف انه معاه فلوس بيوافق. وبيفضل دلتا يعزف والناس بتتلم حواليهم، وبيقول لهم ستاك النهارده الافتتاح. وفي الوقت ده ميري بتشوف ستاك وبتطلع بينهم قصة حب قديمة بس للاسف انتهت بالفراق. في الناحية التانية بيروح سامي يقول لبنته انه عارف انها مغنية وبيعزمها على الافتتاح، وبيقول لستاك مين الست البيضة اللي عمالة تبصلك دي؟ ولما بتقرب عليهم بيقول له ستاك امشي انت دلوقتي، وبتلومه انه سابها وسافر وهي اتجوزت، وبتقول له امها ماتت امبارح ودي الست اللي ربتهم، وبتقول له قد ايه هي صعبانة عليها نفسها قوي، وبتاخد بعضها وبتمشي. وفي الطريق بيحكي دلتا عن ايام زمان وانه كان بيتعرض للتنمر عشان لونه، وان المدينة دي كده فيها تفرقة بين البيض والسمر. وبينادي ستاك على كورن وبيعرفه انه عنده ليه شغلانة بالليل، وبيقول له لو المدام عرفت هتكسب قد ايه في الليله هي اللي هتخليك تيجي. وفعلا اللي بتخلص الصفقه هي المدام، وبتقول له خده بس ابعت الفلوس. وشويه بيوصل ستوك لمدفن ابنه وبيحط له ورد، وبتشوفه اني وبتقول له راجعين تاني ليه؟ فبيقول لها انه هيعمل مشروع هو واخوه، وانه تعب هو واخوه عشان يعملوا الفلوس ويبداوا من الاول. وقال لها سيبك من شغل الدجل بتاعك ده، تعالي معانا ونجيب عيل تاني. فبتعمل حبه دجل عشان تحمي ستوك وبتوافق تشتغل طباخه عنده. ولما الدنيا بتليل بيظهر واحد بيقول للناس تساعده وكانوا خايفين منه، وبيقول ان قبيلة شيكتاوا هجمته وما كانوش مصدقين ان قبيلة الهنود الحمر قريبة منهم، وبيصعب عليهم وبيدخلوه بيتهم. وفجأة بيجي واحد يقول لهم ان في واحد مجنون هرب منهم، وبيقول لها لو عندك خرجيه، بس هي بترفض. واول ما الدنيا بتضلم اكتر قال لها خلوا بالكم من نفسكم بقى ومشى. وبتدخل وهي فرحانة لانها حمت الراجل، بس الكارثة ان الراجل كان عنده حق، وبتلاقي جوزها تحول
بيتحول لمصاص دماء. في الناحية التانية بتبدأ الحفلة وبتكون ماري بتشرب، بيروح سامي يشرب معاها، فبتعرفه انها بتنتمي للبيض والسمر لان ابوها كان اسمر وامها كانت بيضة وبتحب الاتنين، وبتقوله امها كانت بتحب التوأم لانهم اتولدوا على ايديها. وبيوصل ستاك وبيطلب منها تمشي عشان لو جوزها عارف هتحصل مشكلة، بس ميري كانت عاوزة تعرف هو ليه سابها، وهو قال لها هو كمان بيحبها وبعده كان غصب عنها عشان ما تتبهدلش معاه في الحوارات اللي هو فيها. وبيسيبها وبيمشي، وبيقربوا الراجل والست والراجل اللي كانوا بيحموه، وطبعا كلهم مصاصين دماء كانوا عاوزين يدخلوا الحانة، وطبعا مش بيرضوا يدخلوهم لانهم من الناس البيضة. وبيطلعوا ستاك وستوك وبيعرفوهم انهم مش هيدخلوا، بيطالبوا التلاتة بالمساواة، وبيطلعوا الجيتار ولسه هيعزفوا ويغنوا، بيقول لهم ستوك اللي هيقعد هو الجاني على حياته. فبيمشوا وبيقولوا التوأم ان ممكن تقوم خناقة بين السمر والبيض، وبيأكدوا على بيرو انه يفتح عينه كويس على اللي جايين الحانة. وساني بيروح يشكر ستاك انه اداله فرصة انه يعمل الحاجة اللي بيحبها، وهي انه يشتغل بموهبته عشان هو بيحب العزف والغنى. وميري بتروح ترغي مع ستاك تطمن على احواله. كان في عدم مساواة بين الناس وبعضها، فميري بتقوله انها هتتكلم معاهم ولو فعلا عندهم قدرة على الدفع تخليهم يدخلوا. وكانوا بيعزفوا ويغنوا، وبيديها واحد شوية ذهب، فبتستغرب لان شكل العملة قديمة قوي. وبيفضل واحد فيهم يقول لها انه حاسس بيها وانها شايلة حمل كبير، وبيدخلوا من ناحية انه فعلا حاسس بيها. وبتبدأ تحس ميري بالحزن، واول ما بيقرب منه كانت الصدمة لانه كان هيخلص عليها، بس بتبعد عنه وبتوجه المسدس ناحيتهم وبتقول لهم ابعدوا عن الحفلة بدل ما نخلص عليكم. في الحفلة الكل كان مهيص ومحدش حاسس بحاجة، وبتدخل ميري على الحفلة وبتقضيها رقص، وبتاخد ستاك الأوضة. وفي الوقت ده بتقوم خناقة في الحفلة، وبيروح ستوك عشان يلمها، وبيقول لسامي نادي على ستاك بسرعة، وبيروح يناديه وبيقول له انه عنده خناقة هو كمان. واول ما بيدخل ستوك بيلاقي اخوه سايح في دمه، فبيتصدم، وبيطلع ان ميري اتعادت من الشباب اللي بره والرصاص مش بيأثر فيها، وبتقول له هخلص عليكم، وبتطلع تجري. وبيطلع ليتل يمشي كل اللي موجودين، وبتعرفهم اني انهم لازم يخرجوا الجثة بسرعة ومحدش يقرب لها عشان ما يتعديش. وبيقول لها ستوك حاولي اعملي اي حاجة بس ترجعيه. للاسف كان اخوه راح منه. وقامت تقفل الباب على ستاك، وبتقول لسامي ما تخليش حد يقرب من الباب ده. وبيجي شخص عاوز يدخل الحمام، ولما بيشوفوه بيبقوا خايفين يدخلوه لحسن يكون واخد العدوى، فبيلوموا ستاك انه ما خدش باله وقت دخول ميري. وبيقولوا ان ستوك مات ولسه كان هيدخل. انر بتقوله ممنوع الدخول، وبتقوله مش ضمناك، ممكن داخل تغدر بينا. بيفضل يقنعها ان هو ما فيهوش حاجه، واني ما كانتش مصدقه، وبيفضل يقنعهم انه سليم. فبيقول لهم طب عاوز فلوسي، وستوك بيطلع الفلوس بيشده، وبيتحول هو كمان، وبيحاولوا ينقذوا ستوك منه، وبيضربوا ستوك وبيخلص عليه، وبيقفلوا الباب عليهم. وبيقرب سامي من الباب، ولما بيسمعوا صوته لسه بره والسكينه كانت هتدخل في وشه، بيطلع ستاك اللي اتحول وهو اللي بيحاول يفتح، وبيقول لهم ما تخافوش انا بخير، ومصمم انهم يفتحوا له. بس اني بتاكد لهم انه مات، وهي اتاكدت بنفسها، وبتقول لستوك اوعى تصدق كلامه. والتاني من جوه بيقول له دي مشعوذه وعاوزه تفرق بينا. وبيفضل يخبط في الباب وبيكسر الباب وبيخرج، وبيكب شويه ميه في وشه وبيطلع منه بخار كانه بيتحرق. واول ما بيمشي بتقول لهم اني انها اتاكدت انهم من اشباح وانهم مصاصين دماء لانها رمت عليهم ميه توم مخلل. وليزا بتكون عاوزه تخرج تطمن على جوزها. الكل بيرفض لانها لو خرجت هيبقى في خطر عليهم كلهم، وبتقنعها اني انها تستنى شروق الشمس، وبتطلب من الكل يقشروا اكبر كميه توم، وبتجمع الخشب والفضه والميه، وبتعرفهم انهم بيعيشوا على ارواح البشر وهم انواع كتير وكل نوع اخطر من اللي قبله. وبتقول لهم لازم تساعدوني اني اتخلص منهم كلهم، وانها تحرر روح ستاك. وشويه وبيعرفهم سامي ان النحس ده بسببه لان ابوه قال له الصبح الاغاني هتجيب لهم الشر. وبيفضل ليتل يهدي فيه، وبيعرفوا انه ملهوش ذنب في اي حاجه. وبتطلب اني من ستوك انها لو تعرضت للاذى منهم لازم يحرر روحها قبل ما تتحول. وفجاه بيلاقوا واحد معضود ممرمي على الارض، ومحدش منهم عارف ده اتصاب امتى وازاي. فبيطلعوا جثته بره بسرعه، بيلاقوهم خدوا ناس كتيره وبيرقصوا وبيغنوا، فبيدخلوا بسرعه. وبتقول لهم انر الكل لازم ياكل توم، والكل بياكل ما عدا برلين. بتقول ان هي مش بتحبه. بيرفع عليها ستوك السلاح، والباب بيخبط، وبيطلع جو. واول ما ستوك بيفتح بيلاقي بير هجم عليه من قبل ما يدخل. وبتشوف ليرا جوزها وبيقول لها يلا عشان نروح. نحس انه في عالم موازي تاني، وليزا كانت خايفه منه. وبيطلع فعلا اتحول هو كمان. وبيجي الولد اللي هو السبب في كل حاجه بتحصل، وبيقول لها لو ما خرجتيش معانا دلوقتي هنروح ناخد بنتك. فبتصرخ من
الصدمة. وأول ما بيشوف سامي بيقوله أنا جاي مخصوص ليك، وبيقوله موهبته دي هي اللي بتجمعهم، وبيقول لهم إنه عاوز سامي وفي المقابل هيسيبهم كلهم يعيشوا. ولسه سامي هيخرج بيوقفوا ستوك وبيلاقي المكان كله مصاصين دماء، والمفاجأة إنه بيعرفهم إن البيت ده أصلا ملجأهم، والراجل اللي اداهم البيت كان عارف بوجودهم، وهم قرروا يأسسوا جماعة جديدة ليهم. والكارثة إن اللي باعلهم البيت يبقى رئيس جماعة كلان، والمنظر مرعب وأغلبية اللي موجودين مصابين. وبيحاول يتكلم مع ستاك وبيقوله انت قبل ما تتصاب ما كنتش بتحب الشر، وبيفضل يستعطف في اخوه بيقوله انه مش قادر يعيش من غيره، وبيقوله انه حر وعاوزه معاه عشان يتحرر زيه. واني بتحس انه هيضعف بتشده عشان يدخل وبيقفلوا الباب، وليزا كانت خايفة عشان ما يخلصوش على بنتها، وبتطلب من ستوك انه يخلص عليهم، وبتصرخ وبتنادلهم وبتقول لهم انا بسمح لكم بالدخول، ادخلوا خلصوا عليا. وفعلا بيسمعوا صوتها وبيتجمعوا حوالين البيت، والكل بيجهز نفسه، والباب بيتكسر وبتبدأ المعركة بالأسلحة والخشب. وفجأة بتتصاب آني، ولسه ستوك بيروح عليها عشان ينقذها، بتقوله ما تنساش الوعد، وفعلا ما بيديهاش فرصة انها تتحول. في الوقت ده بيقول لهم ليتل يهربوا من الباب التاني، وبيروح هو يلهي فيهم. واول ما بيطلعوا بيلاقوا واحد منهم في وشهم، وبيقول لآني تعالي، بس بينقذوا ستوك، وبيقول لسامي اهرب انت بسرعة، وبيقول له ما ترجعش قبل طلوع الشمس. لكن واحد بيروح وراه، وبيفضل ستاك وستوك يضربوا في بعض. وبيقول ستاك لستوك اخوه انه كان بيحاول ينقذه، لكن دلوقتي هو هيخلص عليه عشان ينقذ روحه. وفي الناحية التانية بيكون الراجل بيقول لسامي انهم متصلين ببعض، وانهم عايشين هنا من سنين، والنحس كله كان في الجيتار، وبيقول له ان عزفه بيه هو اللي كان بيجمعهم حواليه، فبيضربوا بيه. فباي باي للقائد بتاعهم. وبيجري ستوك يطمن على سامي، وبيشوف الشمس بتطلع وبتخلص على القبيلة كلها، وبياخد سامي معاه عشان يوديه القبيلة بتاعته. فبيقول له ولا هنغني ولا هنعزف تاني، وادفن الجيتار الملعون ده. سامي كان رافض في البداية لانه كان فاكره بتاع شارلي الفنان المفضل ليه، بس المفاجأة انه كان بتاع ستاك وستوك. وبيقول له لما ترجع اعمل اللي قلتلك عليه، وبيقول له انه وراه مهمة هيخلصها ويجيله. وبيقعد ستوك يفتكر ايام زمان، وبيجهز نفسه عشان يخلص على الراجل اللي اداهم البيت، وهو عارف انه كله مصاصين دماء عشان كان قاصد يخلص عليهم. وفعلا بيروح له يخلص عليه هو ورجالته. وسامي بيروح عشان يدفن الجيتار، وفي النهاية بيموت هو كمان، وبيشوف مراته وابنه الوحيد اللي بيفضل هو سامي. وبكده يكون خلص فيلمنا.